كانت شهادة الدكتور كرم كردي عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المستقيل. أعود إلى ضيفي العزيزين. كابتن طه بصري، هل أنت كأحد يعني أبناء أسرة كرة القدم تؤيد عودة الدوري في هذه الظروف، أم أنت ترفض أن؟ لا، في الظروف الحالية دي عملية صعبة جدا وقاسية يعني احنا بعد الكارثة اللي عشناها ما اعتقدش المسائل كده بين يوم وليلة. انت شايف انه من الصعب دلوقتي ان احنا من الصعب دلوقتي انك انت تاخد حتى قرار. لو قيل لك ان كرة القدم بتفتح بيوت هي بتفتح بيوت وكل حاجة تستحمل. لابد ان الناس تستحمل. احنا في 67 في عز شبابنا واحنا لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم. اتوقف النشاط من 67 رجع 72 واتوقف 72 73 رجع 74. فالقضية مش محتاجة ان احنا نقول بكرة وبعده، لكن لابد على الاقل فترة الامور يعني تهدأ فيها الامور، تهدأ يعني النفوس، وفي نفس الوقت تبان الحقيقة والاشخاص اللي عملوا الجريمة الكبيرة دي. وبعد كده يبقى طبعا في اتحاد كرة قدم يدير اللعبة بس بطريقة وبأسلوب آخر مختلف عن اللي احنا عايشينه. كابتن أبو رجيلة، رأيك ايه؟ يعود النشاط الكروي ولا يتوقف؟ أنا رأيي ان المحاكمات او القضاء ياخد وقته في القرار عشان نهدي الناس، نهدي أسر المتوفين. نمرة 2 ان ما يبقاش جمهور بورسعيد كبش فدا، ولا مدير الامن كبش فدا، ولا المحافظ كبش فدا. احنا عايزين ندرس الموضوع وما نسمعش اشاعات. هو مدير الامن والمحافظ يخضعوا للتحقيق. يعني هو ما حدش كل واحد يخضع للتحقيق يعني. ما نبقاش فيه اشاعات ولا اي حاجه. ثم نمره عايز اقول ايه، ان بورسعيد ديت اصلا حاربت في 52، حاربت بريطانيا 56 حاربت 3 4 5 دول، والشعب دوت طلع من بلده في 73 و 74. راح. من المؤكد يا كابتن ابو رجيله ان نحن لا نتحدث لا عن بورسعيد ولا عن اهل بورسعيد. مش عايزين نقول في كبش فدا، لا بره الموضوع. نحن نتحدث عن مأساة في استاد بورسعيد كلنا معاها، وقام بها بعض جمهور المصري. ده شيء جميل جدا يا دكتور انك حضرتك بتشير على نقطة معينة. ان في جريمة تمت يعني بعيدة عن شعب بورسعيد مش كلها في القفص. دي نقطة مهمة جدا، وان الناس اللي اتقبض عليهم هم بداية الخيط. هم بداية الخيط اللي يقولوا لنا مين اللي حرضوا، مين اللي حرضوهم. او اهالي الشهداء دولت لازم يكرموا باحسن شكل. دي نمرة 1. لازم الناس تهدى اللي في البيوت فيها نار، احنا نستحمل كرة القدم، أسرة كرة القدم نستحمل شهر ولا نستحمل شهرين ولا أي حاجة، لكن أنت عندك أجندة عمل. مش ممكن كل ما يحصل مشكلة هنوقف النهارده كورة، وبعدين يحصل في الصحة نوقف الصحة، وبعدين يعني أنت موافق يا كابتن رجالة ولا مش موافق؟ مش موافق. إيه قرارك إيه الأخير؟ إيه إن توقيف النشاط؟ لازم يوقف النشاط حتى تهدأ الأمور والناس دي تاخد حقها، والأطرس في جميع الأندية يتعلموا يحاولوا يتعاونوا مع بعض ويتصالحوا مع بعضهم. أنا مؤكد يا دكتور يعني في نقطة مهمة جدا لابد أن ناخد بالنا منها. يعني أولا كرياضة واستئناف نشاط رياضي بعد الثورة، ده بيشعر العالم العربي، بيشعر العالم كله مصر احنا بلد قوية. مصر بلد قوية وآمنة وعندها. بعدين اكتشفنا انها ليست آمنة. فالموقف الحالي في التوقيت الحالي يعني الصورة مش آمنة، لأن على كل المحطات العالمية لقينا الكارثة بتاعتنا اللي موجودة دي. أصبح موتانا هم العنوان الأول في كل صحافة العالم وفي كل شاشات العالم. أنا بشكرك كابتن طه، وبشكرك كابتن أبو رجيلة، واعتقد انه يعني انتم قدمتوا بعد اخر اضافي مهم جدا. نخرج الان الى فاصل ونعود نستقبل شهودا وشركاء جدد.